دعونا نمنحكم إحاطة عامة حول موضوع الحضارة عند مالك بن نبي. مالك ابن نبي يطرح لنا إشكالية كيف نقوم بحضارتنا نحن العرب، أو ما هي شروط قيام الحضارة، أو ما هي مشكلة الحضارة. يبتدئ ذلك من خلال تقسيماته لمراحل تطور الحضارة: مرحلة الروح، ومرحلة العقل، ومرحلة الغريزة، مقسما العوالم إلى ثلاثة أقسام: عالم الأشياء، وعالم الأفكار، وعالم الأشخاص. ويرى بأن مشكلة الحضارة هي غياب الأفكار السليمة وحضور الأفكار الميتة، فيبرز أفكاره بقوله: إذا غابت الفكرة برز الصنم، إذا غابت الفكرة برز الصنم. وهذا ما يفرز لنا التخلف، والتخلف بدوره يفرز لنا ثالث الوهم، وهي الفقر، وهم الفقر والجهل والاستعمار، وهو ما يصعب علينا الكثير من الأمور داخل المجتمع، ما يتحمل مسؤوليته المؤثرون التافهون والمثقفون الضعفاء. هذه أبرز أفكار مالك بن نبي حول الحضارة.